الحركة الأولى واللي بتأثر جدا في الناس إنك لما تكون داخل مكان فيه شخص أنت نفسك الشخص ده فعلا يبقى بينكم علاقة كويسة جدا، أيا كان الشخص بقى على أي مستوى من المستويات، يعني حتى لو راجل زيك أو امرأة زيك. ادخل، ما تبتسمش أول ما تدخل، استنى بس تبص في وشهم ولو دقيقة، ثانية مش تقعد دقيقة، ثانية، وبعدين تبتسم ابتسامة غامرة. لانك لو انت داخل عليهم وانت مبتسم ده كأنك انت بتضحك بشكل عام، ابتسامتك عامة، احساس عام للمكان للكل. لكن لما تبتسم بعد ما تبص الوش اللي قدامك ولو ثانية بس، بتبص الاول وبعدين ابتسمت ابتسامة غامرة، ده معناها وبيدي ايحاء للي قدامك ان الابتسامة دي مخصصة ليه هو، وده بيديله احساس بالاهمية انك اتبسطت انك شفت هذا الشخص حتى لو بتقابله لاول مرة. تمام؟ نمرة 2، لما تكون واقف مع هذا الشخص وهو بيتكلم بصله في عينه كأن عينك اتلزقت في عينه بصمغ. حتى لو هو خلص كلامه ما تدورش وشك على طول، لا، استنى شوية، وحتى لما تيجي تلف ايه او تبدل اتجاه وجهك اعمله بتردد. تمام؟ ده بيدي انطباع هايل جدا للي قدامك انه عطيله اهميه خاصه ليه ولحديثه ولوجوده احترام شديد، وده طبعا بيأثر جدا في نفس اللي قدامك وبيعلي قيمتك عنده. نمرة 3، طيب افرض انت واقف بين مجموعه من الناس والانسان اللي انت نفسك انه يقرب منك او تقرب منه لا مش هو اللي بيتكلم، هو واقف وسط المجموعه وانت بتستمع كده. بص بعينك من وقت للتاني للشخص الاخر اللي انت نفسك ان هو تستميله، وبص له لان حتى لو هو ما بيتكلمش مش بيدي ردود افعال، هو مستمع فقط، لكن ده بيديله احساس انك مهتم بردود افعاله او اللي بيبان على وشه من ان هو متقبل الحديث ولا لا. ومن فضلكم يا حبايبي، انا اي معلومه انا بقولها عشان تستخدمها لمصلحتك العامه، مش عشان تاخدها وتستخدمها في اي حاجه محرمه. فارجو انك انت تركز. عنوان الفيديو ازاي تخلي اي حد يشوفك والاول مره يحبك من خلال لغه جسدك من غير ما تتكلم كلمه واحده. واحنا محتاجين ده في كل حياتنا عشان نقدر ننجح، لانك لو انسان مكروه في المجال اللي انت موجود فيه ثق ان مفيش حد هيتعامل معاك وممكن شغلك كله يبوظ. لان احنا عندنا في الاسلام غض النظر، يعني غض البصر، لازم نغض